بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد ولقاء جديد بعنوان كيف تعرف وتميز الحقنة التي تؤدي إلى الوفاة. دي ممكن تكون أحد صيغ السؤال، يعني ممكن نسأل السؤال بالطريقة دي: إزاي تعرف الحقنة اللي هي بتأدي للوفاة عشان ما تاخدهاش، سواء ليك أو لطفلك؟ أو إزاي تتصرف التصرف الصحيح عشان تبعد عن احتمالية حدوث وفاة ناتجة عن غش الدواء أو ناتجة عن طبيعة المادة الفعالة نفسها وتأثيرها التحسسي على الأطفال أو الكبار. تمام. شوف، كل الحقن اللي انتوا شايفينها دي حاجة واحدة بس بشركات مختلفة. تمام، هنتكلم عليها ونقول ازاي تميز دي من دي وازاي تعرف دي من دي. مبدئيا كده، بعد موضوع الحقن انتشرت منشورات كثيرة جدا تحذر من أنواع كثيرة من الحقن، ودخل معاهم المسكنات وغير المسكنات وكل الأنواع، مش بس الأنواع اللي هي فيها المشكلة واللي هي أدت إلى الوفاة. تمام. وبصراحة طبعا ده يعتبر نوع من الخطأ أو الكلام في الأدوية بدون علم أيضا. فالموضوع مش كده، يعني أنا لما أتكلم عن حقنة أدت إلى وفاة بسبب طبيعتها أو بسبب إنها مغشوشة حاجة، ولما أجي أتكلم عن فولتارين أو كتافلام أو أي ديكلوفوناك صوديوم أو أي حقنة مسكن أدت للوفاة بسبب إن الشخص اللي خدها ما ينفعش ياخدها عشان في احتياطات وفي تحذيرات، ده موضوع تاني. فخلينا في عنوان الفيديو تحديدا، مش هنخش ينفع أضرب في الصيدلية. طب يا دكتور، ما الحقنة اللي مثلا ما فيهاش مشكلة ما تضربها لنا في الصيدلية؟ لا، ده موضوع تاني. حقن في الصيدلية ممنوع منعا باتا مبدئيا كده. والكلام للزملاء الأطباء وللصيادلة وللكل: ما توصفش حقن خالص. يفضل إنك ما توصفش حقن نهائيا. أنت كمريض اطلب من الدكتور بتاعك، إلا لو هو شايف إنه مفيش حل غير الحقن، هنقول الحل وهنقول يختار إيه، يبقى نوصف أشربة. تاني حاجة، الحقن اللي بتموت. طبعا أنا عشان أقول لك احفظ إبسيفين، احفظ سيفاكسون، احفظ سيفاترياكسون، احفظ زوراكسون، أنت كحد خارج المجال ممكن تنسى هذه الأمور. فأي مادة أو أي علبة حقن بالبلدي كده مكتوب في المادة الفعالة مش الاسم التجاري، ده هو اللي من تحت صفات رياكسون، ممنوع منعا باتا تاخدها خالص نهائي. لو كاتبها لك ساحر الطب على كوكب الأرض، لو كاتبها لك أعلم أهل الأرض بالطب، ما تاخدش صفات رياكسون. واللي متابع الصفحة الشخصية شايف وعارف ويشهد بإن أنا متكلم في الكلام ده من أكتر من سنة على مجموعة الصفات رياكسون. إلى كل الزملاء، دي عبارة عن سيرد جينيريشن سيفالوسبورين في يعني أكتر من خيار نقدر نستخدمه بدلا منها. يبقى الحقنة اللي بتموت صفات رياكسون دي ما تاخد، سواء بقى هي بتموت عشان مغشوشة، بتموت عشان عملت رد فعل تحسسي للأطفال، بتموت عشان الليدوكاين اللي فيها، بتموت عشان اتخذت بدل من العضل اتخذت وريد، أيا كان صفات رياكسون ما تاخدش. طيب الدكتور اضطر إنه يدي حقن، يا ريت يختار لك طبعا حاجة غير، مش يا ريت، سيفاتريكسون ممنوع، يختار حاجة أخرى. وهذه المادة الأخرى أنت تختار البراند وتشتريه من حد أو حد يجيبهولك ويكون صيدلي تثق في أمانته قبل علمه، تثق في أمانته قبل علمه. الكلام ده مفهوش مجاملة، مفهوش هزار، ومفهوش زعل. صفات ريكسون ما تاخدش. لو كاتبها لك، بص، مش أحسن دكتور ولا أشطر دكتور، لو كاتبها لك أعلم أهل الأرض بالطب ما تاخدهاش لأي شركة، البراند الغير براند، اللي تحت السلم لفوق السلم،
طالما مكتوب على العلبة سيفاترياكسون ما تاخدهاش. اسمها إبيسيفين، اسمها ترياكسون، اسمها زوراكسون، اسمها سيفاكسون، اسمها سيفاترياكسون القاهرة، اسمها سيفاترياكسون ساندوس، ما تاخدهاش. حلو. بعد كده لو اضطر الدكتور انه ياخد او عايز فايل او عايز حجن، قول له ما تكتبش سيفاترياكسون يا دكتور، واطلب منه يختار لك حاجة. يا ريت كمان تختاره من السكند او الفورس، على يعني حسب برضو ما الدكتور شايف الحالة قدامه، او السرد من مجموعات اخرى ومن براندات، وكل ما نبعد عن الحجن يكون افضل. بعض المنتجات بتاعت شركة راميدا لوحظ عليها بعض التغيرات الفيزيائية، فبغض النظر عن وجود غش مش وجود غش، وجود تصنيع تحت السلم فوق السلم، ما تستخدموهاش. مش بنغلط في حد، أنا بقول للمريض ما تستخدمهاش، تمام؟ ولا بقول مغشوشة ولا مش، ما تستخدمهاش وخلاص، استخدم غيرها، أنت مش مجبر قانونا إنك تستخدمها. لكن نخش بقى نشوف منشورات ما تاخدش فولتارين، ما تاخدش كتولاك، ما تاخدش كذا، ما تاخدش كذا، لا، الموضوع ليس بهذه الهيصة. ليس يعني الموضوع برضو عايزين نلمه عشان الناس ما تقلقش والناس تطمن وكل حاجة. صفات رياكسون ما تاخدش، حقن ما تاخدش، طالما ينفع تاخد شراب خد. صفات رياكسون دي ما تاخد، انساها، اعتبروها ما اتعملتش، يا أطباء يا صيادلة يا مرضى كلهم، كل صفات ما تاخدوهاش. اضطر بقى الدكتور يشوف له بقى مادة تاني من الحاجات حسب الحالة اللي هو شايفها قدامه وتخصصه، ويشوف أحسن نوع أو أفضل نوع أبعد عن الغش وأبعد عن سوء التخزين ولم يلاحظ عليه أي حالات وفاة. لأنه في برضه غير مجموعة السيفاترياكسون لوحظ عليها حالات وفاة، لكن السيفاترياكسون قولا واحدا ما فيش منها رجع. يعني من 10 حالات هم ولا 12 منهم 9 سيفاترياكسون، وقبل كده من سنة 5 حالات ولا 6 حالات كلهم سيفاترياكسون، فما حدش ياخد السيفاترياكسون. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.